الواقع الصعب لما لقيت ان الشخص اللي معايا الحياة معاه شكلها غريب، حياة مش مستقرة، مش هادية، كلها لخبطة، كلها اضطرابات، كلها خناقات. بقيت مش فاهمة، وشوية أعدي وشوية أفوت وشوية أقول علشان الولاد، وشوية أقول ما ينفعش الناس هتشمت فيا، وشوية أقول لازم أنجح، وشوية أقول هحاول، وحب عليا وحب عليا تاني، مفيش حب على حد تاني غيري، هستحمل وهحاول ولازم انجح ولازم انجح البيت دوت. وشلت البيت والدنيا والحياة كلها على دماغي وعلى كتافي علشان انجح وعلشان انجح حياتي. مشيت وكل ده فوق دماغي، ولكن بعد مرور زمن مش قليل وبعد ما الولاد كبروا ولقيت الحياة من سيء لأسوأ، بقيت محتارة ومش عارفة هو ايه اللي بيحصل. وبعد لما بدأت أفهم وأوعى وفهمت ان انا في علاقة مش سوية، انا في علاقة مؤذية مع شخص عنده اضطراب شخصية نرجسية، كان وقت كبير عدى مني وبقت ظروف الحياة مكتفاني، وبقت حاجات كتيرة بتأيدني وبتخليني مش قادرة ان انا انفصل عنه زي ما كتير من